يا جماعه قلناها 100 مره، الاهلي بمن حضر. شفنا النهارده الاهلي عامل ازاي، شفنا النهارده جد كولر النهارده خلى النادي الاهلي كل الدكه بتلعب ازاي، شفنا النهارده تدويره اللي دايره في النادي الاهلي. النهارده ما فيش حد بيقول لك انا ما بلعبش، حتى الاصابات، حتى برونو سافيو اللي ما كانش بيلعب ولا شمها بقاله اكتر من 6 شهور شفنا النهارده بيلعب. شفنا النهارده القندوسي، شفنا النهارده عبد الفتاح، شفنا النهارده مصطفى شوبير، شفنا النهارده مريح مين؟ مريح بيرستاو، عندك مريح الشحات، مريح عبد المنعم، مريح مروان عطيه، طبعا غير الاصابات بتاعه الشناوي وعلي لطفي. احنا شفنا النهارده الاهلي النهارده في الشوط الاولاني مختلف تماما عن الشوط الثاني. شفنا الشوط الثاني يا جماعه عامل ازاي. احنا النهارده بنتكلم على فكر الراجل عالمي، الراجل النهارده بيقدر يعمل توليفه بتليق بالنادي الاهلي. فعلا كولر لايق على النادي الاهلي، وطريقه لعبه مع اللعيبه الحمد لله. الناس كل واحد بينزل النهارده فاهم مركز، فاهم المركز بتاعه، فاهم طريقه لعبه. النهارده ما شفناش النهارده اي خروج عن النص. شفنا النهارده ان النادي الاهلي في بعض يعني لو قلنا بعض الاخطاء اللي كانت موجوده في الشوط الاولاني من الدفاع، وعندنا الجنبين النهارده كانوا فاضيين النهارده. يا جماعه ما مريح مين؟ ده مريح لك نجوم الفريق، نجوم الفريق كلها كانت مريحه. النهارده لما نشوف الاداء ده النهارده كويس جدا جدا جدا، لا كويس مليون في المية. احنا النهارده شفنا التدويره بفرق طبعا شاسع عن الفرق الثانيه. الاهلي السنه دي يا جماعه بيقدم موسم بسم الله ما شاء الله، فاحنا بنتمنى النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى يفضل على هذا المنوال. النهارده احنا شفنا 11 مباراه بلا يعني ما شفناش لا هزايم ولا شفنا اهداف داخل مرمى النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله. النهارده شفنا موسم بسم الله ما شاء الله. النادي الاهلي فيه مسيطر سيطره كليا عن كره القدم في داخل مصر. بس في حاجه احنا عايزين نتكلم فيها يا جماعه، يعني حكايه ال 20,000 اللي هم جايين 20,000 ايه؟ 20,000 ايه اللي بتتكلموا فيها في مباراه نهائيه؟ انا ما اعرفش وزير الشباب والرياضه قاعد بيعمل ايه؟ فين اتحاد الكوره؟ الناس دي بتتكلم ازاي؟ يعني ده احنا هنروح الوداد هنشوف بص الجمهور في الملعب نفسه. الناس دي مش هترحمنا هناك. تتكلم بقى على الامن والامان، ده انت بتصدر صوره النهارده زي الزفت للعالم بره كله ان مصر ما فيهاش امان. ازاي تعمل لي 20,000 مشجع في مباراه نهائيه؟ ازاي عايز توصل رساله للعالم كله ان مصر فيها امان وانت يعني امان ازاي؟ فين الامان بقى؟ فين الامان؟ انا ما اعرفش الفكر اللي داير داخل المنظومه الرياضيه في مصر بقت عامله كده ليه؟ وزير الشباب والرياضه ايديه في التلج، خايف مرتعش. انا ما اعرفش ليه يعني جايين على النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي باقي. احنا شفنا ما فيش اي فرقه في مصر عامله فرحه للشعب كله غير النادي الاهلي. انا بتكلم الكلمه دي للنادي الاهلي وللاداره، لازم تدخل يشوف يعني الوقف ده منين؟ من الداخليه، من الشباب والرياضه، من الاتحاد. بص لازم النادي الاهلي يصعدها. النادي الاهلي يا جماعه مش فريق صغير. 20,000 ده احنا مش بنلعب دوره رمضانيه. لو بتلعب دوره رمضانيه والله العظيم هيكون فيها اكتر من كده. مش بالطريقه دي يا جماعه. ليه المحاربه على طول الخط؟ احنا شفنا المؤتمر الهزلي اللي موجود داخل نادي الزمالك امبارح. انا ما اعرفش المؤتمر دوت معمول بناء على ايه؟ يعني دوت واحد انعزل، واحد خلاص وزاره الشباب والرياضه والمجلس نفسه قال خلاص احنا يعني مرتضى منصور ليس له اي صله داخل نادي الزمالك. بتعمل مؤتمر ليه؟ وجايب لي شويه ورق تقول لي بالانجليزي وبالعربي احنا هنبعته للفيفا. هتبعته لايه؟ هتبعت ايه؟ انا مش فاهم هي الكوره ماشيه ازاي في مصر؟ الكوره منظره ازاي؟ احنا شايفين الاعلى والاعلام سايب قناه نادي الزمالك كلها كل يوم والتاني بتطلع. احنا شفنا امبارح عاملين يتكلموا ازاي. كلام والله العظيم ما ينفع ولا يعني يشفع لاي حد. احنا لو في دوله بتحترم القانون صح الناس دي كلها تنشال. من وزير شباب ورياضه لاتحاد فاشل لكل اللي احنا شايفينه ده. الناس دي كلها تمشي، ما تقعدش. الناس دي ما تقعدش على كراسيها ولا في مناصبها. احنا شفنا النهارده النادي الاهلي بيتحارب ازاي. السنه اللي فاتت في مباراه الوداد والجواب اللي اتخبى، السنه دي عايزين تصدموا الاهلي ب20,000 مشجع في مباراه. يعني ازاي؟ حد يا جماعه يقول لي ويوضح. يعني احنا عايزين نفهم. هاتوا لنا واحد يفهمنا. الشعب ما عادش فاهم ولا الجمهور. الجمهور عايز يفرح وعايز يشوف فريقه وعايز يملى المدرجات. ليه بتعملوا كده مع النادي الاهلي؟
احنا شفنا شتايم مع مرتضى منصور. مرتضى منصور ماسك الكل، ماسك وزير شباب ورياضه ماسح بيه الارض، بيشتم في الكابتن الخطيب، بيشتم في لعيبه الزمالك نفسها. بقول لك فين حسن شحاته، وفين ايمن شوقي، وفين الناس دي كلها؟ فين الناس دي كلها؟ الناس دي مش عاجبها الوضع اصلا. يعني الناس دي لو كان عاجبها وضعك او كلامك او اسلوبك في الحوار، لكن للاسف ده انت جاي على واحد من كباتن فريق الزمالك زي احمد الاحمر، امبارح عمال تطلع عمال تقطع فيه. والله شكرا يا بنتي لابسين الميداليه وفرحان، لا عملناها قبله. اصل ده في واحد في لعيب خد الكاس وقعد يجري بيه وراح يديه للجمهور. يا عم جمهور ايه؟ ما هي كرة للجمهور، مش لرئيس نادي واولاده وعزبه هي هنقضيها مع بعض. نطلع من نادي الزمالك، خلينا في النادي الاهلي. النادي الاهلي ربنا يكرمنا ان شاء الله المباراه اللي جايه باذن الله مع سيراميكا. طبعا انا متوقع ان مارسيل كولر هيبتدي زي ما بدأ النهارده. احنا شفنا النهارده كولر النهارده بصراحه بيعمل توليفه وبيعمل كوكتيل باللعيبه، بسم الله ما شاء الله. شفنا النهارده اللعيبه كل واحد بينزل عارف اداؤه، عارف مهامه الدفاعيه والهجوميه. شفنا النهارده تدريبات اللعيبه، شفنا قفشه بالجون بتاعه النهارده، بسم الله ما شاء الله. احنا عايزين قفشه يرجع زي ما كان كده. هو ده قفشه بتاع القضيه. النهارده جمعه، ما احنا لازم ننكد عليهم برضه، يعني احنا لازم ننكد عليهم. شفنا النهارده اسلام محارب النهارده خرج من النادي الاهلي، شفنا الكره المشتركه مع مصطفى شوبير، وشفنا الكره اللي وقع فيها قبل الكره بتاعت مصطفى شوبير، شفنا التهجم عامل ازاي، وشفنا الانفعال. الكره اللي اتضرب فيها شوبير ده كان المفروض ان هو ينطرد، والله ينطرد. احنا شفنا تدخل عامل ازاي، ما هي ناقصه هي. يبقى عندك الشناوي ولطفي وشوبير، ونلعب بقى بايه؟ بمخلوف والناس العيال الصغيره دي كلها نلعب بيها، ولا نوقف بقى ربيعه ولا اي حد جوه؟ ده احنا داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا. انت عندك نهائيات افريقيا، عايزين كل واحد يكون عينيه في وسط راسه. هنقعد نشيل منهم؟ يا راجل يا ظالم، احنا عارفين البنا. بس عامه الحمد لله ان النهارده الاهلي قدر يطلع من المباراه ديت ب 3 نقط. النهارده احنا في الاول وبالصداره 23 مباراه ب 59 نقطه، ولسه في 6 مباريات مؤجله. يعني بسم الله ما شاء الله اقرب المنافسين ليك يعني هتبقى باعد مثلا حوالي 19 نقطه. 19 نقطه. فاحنا شفنا الحمد لله الاهلي السنه دي متماسك دفاعيا، شفنا الهجوم بتاعه عامل ازاي، شفنا الاداره رزانه، شفنا الاداره النهارده بسم الله ما شاء الله. الكابتن محمود الخطيب يعني الافتتاح اللي شفناه النهارده في التجمع، وشفنا الجيش. يا جماعه البلد كلها لازم تكون متكاتفه في جميع الاحوال. احنا ما عندناش فريق في مصر دلوقتي بيشرفنا غير النادي الاهلي. بطلوا بقى، مش عايزين نكون احنا سبب في فشل النادي الاهلي، يبقى زيه زي الزمالك زي الاسماعيلي. احنا شفنا الاسماعيلي بيخرج من كاس مصر على يعني فرق، يعني هقول ايه، احنا بنشكر احمد عيد عبد الملك ان هو خرج لنا الاسماعيلي عشان ما يقولش بقى ايه ده الاهلي واخد لاعيبته زي ما بنشوف النغمه، وليه الاهلي ما بيروحش اسماعيليه، ونبعد احنا عن الحوارات الفسكانه، الحوارات اللي خلاص اتخنقنا منها. يا جماعه لازم يكون عندنا صبر، لازم يكون عندنا عقلانيه شويه في الكلام، ونسيب التعصب ونبعد عن الاهواء الشخصيه اللي كل واحد عايز يشوف نفسه في كرسي وخلاص. بس احنا شفنا مرتضى منصور بيعشق الحديده، بيعشق الكلام اللي يعني على الفاضي والمليان. كل يوم والتاني بنسمعه كلام خايب ما احناش فاهمين منه اي شيء، كل يوم والتاني بيقعد يتكلم فيه. لكن يلا نقول له بالسلامه، ربنا يكرم احسن منك، وربنا يعدي الغمه على نادي الزمالك ويعدي الغمه على الرياضه المصريه والفتره الصعبه اللي احنا موجودين فيها. والتاني مره والعاشر مره هنفضل نقولها، لازم اداره النادي الاهلي تتدخل يا جماعه الفتره اللي جايه دي، علشان يكون سعه الاستاد يوم ماتش الوداد يوم 4 باذن الله تعالى تكون مليانه، نقدر نلعب زي الناس، نشوف الدوريات بره عامله ازاي، خلينا منظرنا قدام العالم يكون كويس. احنا هنروح الوداد مش هترحمنا، الوداد مش هترحمنا.
وشكرا. السلام عليكم.